محتاره تعملي لهم عشاء ايه؟ الحل عندي. كان عندي لفه جلاش في الفريزر بقالها كذا يوم، نشفت كده من الاطراف زي ما انتوا شايفين. قلت ملهاش غير انها تتقطع خالص. تعالوا بقى نقطعها كلها ونعمل بيها حاجه حلوه قوي تنفع للعشاء او للغدا كمان. هقطعها بالسكينه بالشكل ده. طبعا كنت هقطعها على المفرش السيليكون وكان هيتقطع، كانت هتبقى مشكله. جبت البلانشه الخشب وقطعت عليها لغايه ما بقى شكله حلو كده زي ما انتوا شايفين. هفكفكه كده من بعضه تمام جدا. وهجيب اي صينيه عندي وادهنها مسحه بسيطه كده من السمنه، واخد نص كميه الجلاش وابتدي افرده في الصينيه. تحاولي ان انت تفردي الجلاش كويس جدا. الصينيه دي مقاسها 30 واخدت لفه جلاش وزنها نص كيلو. بعد ما نفرد نص كميه الجلاش هنشيلها على جنب، ونجيب بقى التشريبه عباره عن بيضه، شويه ملح وفلفل اسود، وهنحط علبه زبادي وربع كوبايه من السمنه السايحه، ونقلب كل ده كويس جدا. وبعد ما يفك معانا كده البيض ويدوب في الزبادي، هحط عليها كوبايه من الحليب، حليب عادي ساقع من التلاجة. هنقلب كويس جدا ونجيب بقى نص الكمية اللي احنا حطيناها في الصينية ونحط عليها نص كمية التشريبة اللي عملناها. وبعد كده هنوزعها كده بالراحة، نطبطب عليها كده بالراحة، بس مش هندوس عليها جامد. احنا بس عايزين التشريبة توصل لكل الجوانب. بصوا هتلاقي في جوانب كده فيها صوص وجوانب ما فيهاش. هنوزعها كويس قوي. وبعد كده بقى هنجيب اي حاجه عندك. انا نص طماطمايه على قرنين فلفل حامي. طبعا تقدري تحطي بقى فلفل رومي، فلفل الوان، اللي انت عايزاه. تقدري اصلا تحشيها حشوه لحوم، فراخ، اي حاجه. شويه زيتون. انا كان عندي كمان وحدتين لانشون ووحدتين كده صغيرين جبنه رومي، قطعتهم قطع صغيره. باين جدا من الحشوه بتاعتي ان انا ما كانش عندي حاجات كتيره في التلاجة. كمان قطعتين ثلاثه كده جبنه موتزاريلا كانوا متجمدين كده في الفريزر، جيت فكيتهم وحطيت نصهم كده جوه الحشوه. وبعد كده حطيت بقيه كميه الجلاش اللي احنا كنا قطعناه. زي ما انتم شايفين الحشوه بسيطه جدا جدا. اي حاجه تقدري تحشي بيها الحشوه، اي حاجه تقدري تحشيها لحوم وتخليها في الغدا، تحشيها فراخ وتخليها في الغدا زي ما انت عايزه. انا كنت بعملها للعشاء بصراحه فما اهتمتش قوي. بعد كده حطيت نص كميه التشريبه اللي اتبقت، اللي هي كانت زبادي ولبن وبيض. وبعد كده مسحت وشها بالسمنه ودخلتها على فرن سخن درجه حراره 200 في الرف الوسطاني. اول ما شربت كده التشريبه اللي احنا عملناها لها، طلعتها وحطيت عليها شويه جبنه موتزاريلا الباقيين اللي كانوا عندي، واخدت اللون الذهبي التحفه اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم بقى عجبت ولادي جدا والله. لو كنت احط لهم اللانشون والجبنه لوحدهم ياكلوها ما كانتش هتكفيهم. وبألف هنا.